السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع عمو يحيى، والنهاردة هنتكلم عن القدرات، وجايب لكم معايا مفاجأة هقول لكم عليها في آخر الحلقة هتساعدكم كتير إن شاء الله في اجتياز اختبار القدرات. عمو يحيى Educational Coach. القدرات اختبار بيتعمل عشان خاطر الطلبة، لو انت نفسك تدخل فنون جميلة مثلا او فنون تطبيقية، او لو انت كنت نفسك تدخل هندسة ومجموعك للأسف ما جابش، فتقدر تدخل فنون جميلة قسم عمارة وتتخرج تبقى مهندس معماري عضو نقابة المهندسين. اختبار القدرات بيكون لكلية فنون تطبيقية او كلية فنون جميلة. طب نبص بصة كده سريعة على الكليتين. فنون تطبيقية بيكون بتدرس طبعا ولا شك ديزاين، بس بيكون مجالاتها العملية في الشغل أكتر في اتجاه الصناعة، زي صناعة السجاد، صناعة الحلي، الجواهر، وزي الفاشون ديزاين. كلية فنون جميلة بتدرس برضو نفس الكلام، مواد مؤهلة وفيها بعض الأقسام زي قسم تصوير، قسم نحت، وقسم جرافيك ديزاين، المختص بقى بشتى انواع الديزاين والطباعه والدعايه والاعلان والفيجوال ايدنتيتي، صناعه اللوجوهات وكل ما هو هويه بصريه للشركات او لكل المؤسسات التجاريه او غير التجاريه. فنون جميله قسم ديكور بيكونوا خريجين كليه فنون جميله وبيقولوا عليهم مهندس ديكور، ولكن هو في الحقيقه بيكون عضو نقابه الفنانين التشكيليين. زي برضو كل أقسام كلية فنون جميلة، إذا كان تصوير أو نحت أو جرافيكس، برضو بيكونوا عضو نقابة الفنانين التشكيليين. قسم عمارة الوحيد اللي في كلية فنون جميلة بيكون عضو نقابة مهندسين وبيكون معاه كارنيه نقابة. بيدرس 5 سنين عمارة، فعلا هندسة عمارة. بيكون عندهم التاتش الفني ربما أعلى شوية من كلية هندسة. كلية هندسة بيدرسوا عمارة لمدة 4 سنين فقط، لأن إعدادي هندسة بياخدوا إعدادي زي كل الأقسام، أما في كلية فنون جميلة بيكون إعدادي بتاعهم إعدادي عمارة. برضو من أجل المعلومة، فنون تطبيقية لما بيتخرجوا بيكونوا أعضاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية، لا نقابة الفنانين التشكيليين ولا نقابة المهندسين، نقابة خاصة بيهم. ودي نقابة كبيرة برضو، مش نقابة صغيرة، لأن ما شاء الله مجالات الفنون التطبيقية كتير جدا. امتحان القدرات بيكون من 100 درجة إذا كان امتحان الفنون أو امتحان العمارة. ال100 درجة دولت بيكونوا سؤالين، سؤال من 60 درجة وسؤال من 40 درجة، برضو في نفس الامتحانين اللي هو قدرات العمارة أو قدرات الفنون. أنا بنصح اللي يستطيع إن هو يدخل الامتحانين، لو كان هو علم رياضة فهيكون متاح له عمارة ومتاح له فنون، فيدخلهم ما يضيعش الفرصة دي عليه. وأيضا فنون تطبيقية، لو هو بالنسبة له مجال الفنون التطبيقية هيكون مناسب له، لو ما حصلش مجموع يدخله الكلية اللي هو كان عايزها، أو يكون هو ابتداء عايز فنون تطبيقية أو كلية فنون. طيب أقدر أقدم لفنون تطبيقية وفنون جميلة لو أنا علمي أو أدبي؟ فنون تطبيقية بتقبل التقديم للقسم العلمي فقط، اللي هو علمي علوم أو علمي رياضة. بالنسبة للفنون جميلة، في فنون قسم عمارة وديت ما بتقبلش غير بس اللي كانوا علم رياضة، أما فنون جميلة فبتقبل علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي. فنون جميلة جامعة اسكندرية الوحيدة اللي بتقبل إن قسم ديكور عندها يكون فيه طلبة من طلبة أدبي. بقية الجامعات بتشترط إن فنون جميلة قسم ديكور يكونوا من الشعبة العلمية. بالنسبة لاختبار القدرات في الفنون التطبيقية والفنون، بيختبر قدرتك في الرسم التعبيري والتصميم الابتكاري. سؤال الرسم التعبيري بيكون من 60 درجة، وسؤال التصميم الابتكاري بيكون من 40 درجة. سؤال الرسم التعبيري بيكون بيختبرك في قدرتك على التعبير عن بعض المواضيع الحياتية، زي أن يجيب لك سؤال في ان انت ترسم شارع من شوارع المدينة، او حاجة من البيئة زي ان انت مثلا مظاهر الاحتفال بالعيد او رمضان مثلا. التصميم الابتكاري بيختبر قدرتك في ان انت تصمم لوجو او غلاف كتاب او غلاف مجلة او ما شابه ذلك. التصميم الابتكاري بيكون بالالوان الخشبية او بالالوان الفلوماستر، اما الرسم التعبيري بيكون بالقلم الرصاص عشان خاطر تقدر تعمل ظل وضوء. اما بالنسبة لقدرات قسم عمارة فبيجي لهم سؤالين، سؤال من 60 وهو المنظور المعماري من نقطة او من نقطتين، وبيكون اما داخلي واما خارجي.
وبالنسبة لل40 درجة الباقيين بيكونوا في تشكيل الايزومتريك، عبارة عن اشكال ومجسمات، دايرة ومربع معين مجسم، وبتبتدي تعمل منه تشكيل للشكل النهائي للسؤال اللي جاي لك. طبعا انا عايز اقول لكم ان النجاح من 60% فقط، يعني لو جبت 60 من اجمالي الدرجة 100 فانت كده اجتزت اختبار القدرات بالنسبة لعمارة او لفنون او لفنون تطبيقية. وبرضو عايز انبه على حاجة، ان اللي بيحجز اختبار قدرات فهو قدامه 3 امتحانات هيضطر يحجزهم. لو هيحجز كله علم رياضة يقدروا يحجزوا فنون جميلة قسم عمارة، واختبار القدرات في الفنون الجميلة نفسها في كلية فنون جميلة، أو اختبار القدرات لفنون تطبيقية. أما أدبي فهم ملهمش فقط غير فنون جميلة اللي يقدروا يحجزوها. والاختبار دوت بيكون تقريبا راوند من 450 ل 500 جنيه الحجز بتاعه، وبيمتحنوا بعد التسجيل، بيسجلوا اونلاين في موقع التنسيق، وبيجي لهم الريكوست بتاع الحضور للاختبار بعد يومين او 3 ايام على الاكثر. يعني انت لو بدأت تسجل النهارده على الموقع هيجي لك ان انت ميعادك بعد يومين او 3 ايام، فخلي بالك عشان في البعض بيجري يسجل وهو لسه ما استعدش للاختبار. تقدر تسجل من يوم 15 ليوم 27 على الموقع بتاع التنسيق علشان يجي لك ميعاد اختبارك في القدرات. طبعا انا بنصح ان اللي يسجل يعني احنا هنخلص مثلا يوم 13، فهبتدي اخد كورس قدرات لغايه ما اتقن الموضوع، يعني سجل على يوم 20 مثلا، بحيث ان انت تمتحن يوم 22 او 23 عشان حتى كمان يكون زمايل لك امتحنوا وشفت الموضوعات اللي جات لهم، تلحق تتدرب برضو على حاجه مماثله لها، بحيث ان انت تقدر تعدي 60% مستريح. كده المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها في البدايه، وهي ان انا جايب لكم النهارده معايا كورس ارت ليرن. كورس ارت ليرن عملوا نخبة من دكاترة كلية فنون عشان خاطر يأهلوك اونلاين لتجاوز اختبار القدرات. عبارة عن 11 فيديو بتتعلم فيهم التصميم، و11 فيديو بتتعلم فيهم الرسم. طبعا الباكج دي جواها فيه كراسات تدريب بيبتدوا معاك من ABC رسم لغاية ما توصل معاه لان انت تعرف تعمل موضوع من الموضوعات اللي بتجيلك في الامتحان. كذا موضوع طبعا هم موجودين في كراسات التدريب، وكذلك في الديزاين. اما بالنسبه لفنون جميله قسم عماره فنفس الكلام، عاملين باكج برضو دكاتره كليه فنون جميله اسمه ارك ليرن، برضو نفس الكلام 10 فيديوهات بتعلم فيهم المنظور المعماري من نقطه او نقطتين، وانتيريور او اكستيريور، كل ده موجود، وبرضو في كراسات التدريب. وكمان 5 فيديوهات بتعلم فيهم التشكيل المعماري، ويبدأ معاك من بداية رسم الشكل الهندسي وتظليله وعمل تكوينات كتير منه زي ما بيجي لك في الامتحان. طبعا تقدر تحجز الكورس دوت عن طريق ارقام التليفونات اللي هسيبها لك في التعليق وفي وصف الفيديو، وبيتشحن لجميع محافظات مصر. الكورس دوت كورس قوي جدا، هو اونلاين ولكن بتلاقي اكواد الابليكيشن موجوده جوه الباكج تقدر تشتغل بيها. ممكن تشتغل اصلا ان انت تحجز بس الحصص اللي موجوده في الابليكيشن، او يتشحن لك الباكج كامل بالكراسات، او حتى الباكج بالادوات اللي تشتغل بيها كالوان ومساطر وبراجل وكدهوت. هسيب لكم ان شاء الله الكونتاكتس في التعليقات في الفيسبوك وفي وصف الفيديو في اليوتيوب. ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا، واتمنى لكم ان شاء الله ان انتوا تجيبوا مجاميع اللي تدخلكم الكليات اللي انتوا عايزينها، واللي محتاجين يدخلوا قدرات هم ان شاء الله ربنا يوفقهم ويجتازوا باذن الله عز وجل الاختبار، وتكون ارت ليرن سبب في دخولهم باذن الله الكليات اللي هم عايزينها. السلام عليكم.